من بعد ماتش الزمالك وبيراميدز امبارح وكل الاعلام ملهوش سيره غير سيره جمهور نادي الزمالك، واللي يقول لك ده يتدرس في مناهج التدريس، واللي يقول لك نادي الزمالك عايش بجمهوره بس، ويا بخت نادي الزمالك بجمهوره. لا، انا عايز اقولك على حاجه، يا بخت جمهور نادي الزمالك بحبنا لنادي الزمالك. احنا بنحب نادي الزمالك وبنشجعه عشان نادي الزمالك بالنسبه لنا هو كل حياتنا واهم حاجه في يومي. نادي الزمالك زي اغلى حاجه عندي في حياتي. نادي الزمالك بالنسبه لجمهور نادي الزمالك زي الميه، زي الهواء، زي اي حاجه مهمه بالنسبه لاي بني ادم عايش على وجه الارض. وعمرك ما تقارن نفسك بيا. جمهور النادي الاهلي بيقبل اي مكسب حتى لو جه عن طريق الحرام وعن طريق الظلم. امبارح ضربه جزاء 100% لسيراميكا، دي مش ضربه جزاء؟ طب انا عايز اقول لجمهور النادي الاهلي حاجه مهمه جدا، عايزك تعكس الايه وتحط النادي الاهلي مكان لعيبه سيراميكا. ولو الموقف ده حصل معاك بالظبط وفي اخر اللقاء وانت مغلوب، هتقول عليها مش ضربه جزاء وعادي؟ لا طبعا، ده كان الاعلام اتقلب، ده كانت الدنيا قامت وما قعدتش. طبعا ده ضربه جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي، وهيبقى ساعتها عندهم حق. لكن بدام الموضوع ليهم والمكسب اللي فيه ظلم ليهم، بيبقى الموضوع عادي. لان امبارح ببساطه لولا انقاذ التحكيم للنادي الاهلي ما كانش النادي الاهلي صعد. ليه؟ لان طبعا المدرب اتسرع وطلع اغلبيه اللعيبه اللي ممكن تعرف تشوط ضربات جزاء، ولو النادي الاهلي كان يتعادل كان خلاص هيتلعب بعد كده ضربات جزاء على طول، مفيش وقت اضافي. فكان الموضوع هيبقى صعب جدا للنادي الاهلي. وطول عمر التحكيم بينقذ النادي الاهلي في الوقت اللي بيحتاجه النادي الاهلي. قبل كده حصلت في نهائي القرن وضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش لبن شرقي، وادي امبارح نفس الكلام. وقبل كده الجون الاوفسايد اللي اتحسب لامام عاشور في نهائي كاس مصر. كل مره نفس الطريقه ونفس الاداء ونفس الفرحه اللي اتعودوا عليها بنفس الطريقه. وعايز افكر جمهور النادي الاهلي بحاجه، فاكر لما انت قلت ان بيراميدز اخد مكاني؟ اديني انا هلعبك في النهائي وهاخد مكانك انت ان شاء الله في النهائي لما ارفع كاس السوبر يوم الاحد. انا عارف ان المهمه صعبه، انا عارف يمكن تكون مستحيله ومحدش يقدر يتخيلها اننا ممكن نغلب النادي الاهلي بالسكواد اللي مليان اصابات مع نادي الزمالك. مدرب لسه ماشي، مفيش فلوس، ايقاف قيد، مفيش اداره، مفيش اي حاجه بالنسبه لنادي الزمالك غير جمهور نادي الزمالك. انت السند، انت الظهر، انت اللي هتجيب البطوله. لان الزمالك طول عمره ما بيظهرش غير في الصعوبات، والكاس ما بيترفعش مع نادي الزمالك بالذات غير لما تكون البطوله صعبه ومستحيله. وهو ده اللي هيحصل يوم الاحد ان شاء الله.